اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من لايف كلينيك. حلقاتكم بتبتدي النهارده من بعد العيد، اول يوم بعد العيد. كل سنه وانتم طيبين. النهارده حلقتنا لطيفه جدا وموضوعها مهم قوي. الفقره الاولانيه مع الدكتوره هناء شمس، وهي اخصائيه الطب التجانسي، وهنتكلم عن موضوع مهم جدا. يا ريت ستات ورجاله يسمعوا الموضوع ده، مهم قوي قوي. الفقره الثانيه معانا كابتن عبد الرحمن ممدوح، اخصائي لياقه بدنيه، وهيكلمنا ازاي نقدر عدد الكيلوهات اللي احنا زدناهم بعد العيد. هيورينا شويه تمرينات مهمه جدا نقدر نعملها في البيت، بحيث ان احنا نحاول ان احنا نحرق كالوريز بقدر كويس، يعني عشان لو حد ما يقدرش ينزل ولا يروح ولا يجي فيعملها في البيت. فيا ريت تتابعوا الحلقه بتاعتنا، وهننتقل لفاصل ونرجع بعد كده باول فقره في حلقتنا مع الدكتوره هناء شمس. وبنرجع وبنبدا حلقتنا النهارده معاكم مع الدكتوره هناء الشمس. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيكي. دايما بحب الحلقه معاكي قوي، لان بتكلم على طول في حاجات مهمه ومعلومات اهم. يعني وانا كمان بحب اشتغل معاكي قوي. لا بكلم بجد. ميرسي. النهارده بقى وانا جايه ناويه على نيه في الحلقه دي، ما اخبيش عليكي. باختصار شديد، بما اننا بنتكلم عن الطب التجانسي او البديل بتقولوه، او واتيفر، مش عايزه اقول الاسم مظبوط. مشاع دلوقتي جدا، بشوف ستات كتيره خاسه جدا، خست بطريقه فظيعه. اوطي عليهم واقول لهم لا، انتوا خاسين من ايه؟ يقولوا لي احنا ماشيين على حاجه معينه تبع الطب التجانسي. اوكي. واظن انت عارفه الاتش سي جي. الاتش سي جي خلاص. طبعا حضرتك هتوضحي ايه الاتش سي جي اكتر مني، وتقولي ايه بيعمل ايه بالظبط. لازم اشمر. ايوه بالظبط. تعالي الاول نقول للناس او نفكرهم، عشان احنا قلنا الكلام ده قبل كده. تمام. تعالي نفكر الناس يعني ايه طب بديل الاول. وزاره منظمه الصحه العالميه كتر خيرها عملت لنا قسم كبير قد كده اسمه كام، كومبلمنتري الترناتيف ميديسن. تمام. يعني الطب المكمل والبديل. عشان اول ما بنقول كلمه طب بديل بيطلعوا الدكاتره زعلانين قوي، يقولوا ما فيش حاجه اسمها طب بديل. لا فيه، عشان منظمه الصحه العالميه قالت ان القسم ده اسمه كام، اللي هو الطب البديل والمكمل، او المكمل والبديل. اذا استعملته لوحده يبقى بديل. يعني لو حد جاله شويه مغص وخد فنجان كراويه خف، اصبح بديل. لو حد اخد سبازموسيبالجين او اي حاجه من الاسامي التجاريه اللي انا ما بقتش فاكراها الحمد لله، دواء تقليدي، واخد معاه فنجان كراويه فتحسن اكتر، يبقى هنا بقى مكمل. يبقى في حاجه اسمها طب بديل او تقليدي، او غير تقليدي او مكمل. ايه الطب التجانسي اللي هو اسمه الهوميوباثي؟ هو نظام. عايزه اسال سؤال، البديل هو التجانسي، يعني احنا بنتكلم على حاجه واحده. ما واحدة. هو العنوان الكبير بقى ده، المكمل والبديل، ده عنوان كبير. لو استعملتيه لوحده بقى بديل. في شعوب كامله عايشه على الطب البديل. في الناس في كل جبال سينا. لا انا قصدي عايشين على الطب البديل. يعني لو قلت الطب البديل ابقى بتكلم عن حضرتك، ولو قلت الطب التجانسي ابقى بتكلم عن حضرتك. لو استعملتيه لوحده يبقى بديل، لو استعملتيه مع حاجه ثانيه يبقى مكمل. وده العنوان الكبير. تحتيه في حاجات كتير قوي. في نظم طبيه متكامله، وفي علاجات بسيطه. تمام. يعني ايه نظم طبيه متكامله؟ يعني عندها قاعده تشخيصيه وعلاجيه، واهم حاجه عندها صناعه دوائيه. اوكي. النظم الطبيه المتكامله 3: الطب الهندي، الطب الصيني، والهوميوباثي، اللي هو اللي انا متخصصه فيه. تمام. الهوميوباثي ده بدأ في الدنيا من 250 سنه في المانيا، على ايد طبيب الماني اسمه سامويل هانيمان. الراجل ده، انا هحكي القصه بسرعه عشان نفكر الناس. في ناس كتير قوي سمعت، واكيد في ناس لسه ما سمعتش. كان بيشتغل طبيب وقتها، وما عجبوش ممارسه الطب، لان هم كانوا بيشتغلوا بحاجه زي الحجامه كده، يعملوا يعوروا الشخص ويطلعوا الدم الفاسد.
فالمهم ان هو ساب الطب وقتها وبدا يشتغل بترجمه المقالات الطبيه. اوكي. وهو بيترجم مقاله طبيه مره لقى انه في طبيب اسكتلندي بيقول انه الكينين دواء هايل للملاريا. طبعا الطبيب زمان كان حكيم بيفهم في الكيمياء والفيزياء والفلك والكلام ده، فهو الطبيب الاسكتلندي بيقول ان الكينين دواء فعال في علاج الملاريا. ليه؟ لانه هو قابض. تمام. قلوي يعني. فكان هانمان بيقول مش ممكن يكون السبب ان الكينين بيعالج الملاريا عشان هو قابض، اكيد في سبب تاني. فجاب الكينين دوبه وداقه، قعد يخففه كذا مره ويدوقه، وكل مره يدوقه يكتشف انه بدا يحس باعراض الملاريا. تمام. رعشه وحراره واجهاد شديد وعرق شديد. اعراض الملاريا. اعراض الملاريا وليس الملاريا. فهنا هانمان ارسى اول قاعده من قواعد الطب التجانسي او الهوميوباثي، اللي هي بتقول ايه؟ زي ما ابو قراط ابو الطب كان بيقول ايام الاغريق: داوها بالتي كانت هي الداء. اللي هو زي التطعيم كده. زي فكره التطعيم. زي فكرة ولكن التطعيم احنا بندي الناس كلها مفهوم طبعا. نفس التطعيم. احنا في الهوميوباثي بندي الشخص التطعيم بتاعه هو، يعني بنجمع مجموعه الاعراض ونحاول نوافقها مع نوع الدواء اللي هيعمل الاعراض دي في الشخص السليم. لان هانمان لما جرب الكينين وطلع اعراض الملاريا عليه، قال اول تعريف مهم قوي في الهوميوباثي. قال ايه؟ يبقى الكينين بيعالج الملاريا. ليه؟ لان هو قادر على احداث اعراض الملاريا اذا ما تناوله الشخص السليم. تمام. وبدا الهوميوباثي بقى مرسي على ايه؟ ايه البيلر الاساسي؟ ايه القاعده اللي الهوميوباثي مرسي عليها؟ نعالج بمواد اذا اعطيت للاصحاء سببت نفس الاعراض التي تعالجها في المرضى. وده بقى نقيس في كل الامراض بقى. هو بقى هانمان اشتغل بقى، بدا يجيب بقى ايه حاجات يعني كتيره جدا. عمل مثلا حاجه انتي شلل الاطفال مثلا بالطب البديل. احنا مش هنتكلم في امراض بعينها عشان مش عايزه مثال. ادخل في التخصص قوي، لكن هقول لك عمل ايه مثلا. قال في سموم الزرنيخ مثلا. لما الناس بتتسمم بالزرنيخ، وده لما بجيب المثال ده الناس بتزعل عشان بيقول ليه بتجيبي سيره السموم. انا عايزه اقول انه تحضير ادويه الهوميوباثي بتحضر في صيدليات وفي مصانع ادويه كبيره جدا، وانه طريقه التحضير دي بتشيل الماده السميه او الفعاله، فبالتالي ما بيكونش لها اي اثر. الشخص اللي تسمم بيحصل له، هدي كذا مثال سريع عشان الناس تفهم. تمام. الزرنيخ بيجي له سترايدر، يعني خنقه حوالين الرقبه ومش عارف يبلع، رعشه وشعور شديد بالبرد، غثيان يعني رغبه في القيء، وساعات بيبقى معاها اسهال وساعات لا. الاعراض دي كلها ممكن تبقى اعراض تسمم غذائي عادي، وممكن تبقى اعراض ايه؟ دور انفلونزا معويه، دور برد في المعده او انفلونزا في المعده. فهانمان لقى ان هو لما يخفف الزرنيخ بصوره متتاليه زي الطريقه اللي احنا بنحضر بيها الادويه بتاعتنا، يشيل الماده السميه او الفعاله من الزرنيخ، ممكن يعالج بيها اي نوع تسمم غذائي له الاعراض دي. تمام. ان العيان يبقى بيترعش وبردان وحاسس بخنقه عند رقبته ومش عارف يبلع، وعنده خوف وعمال يتنقل من مكان للتاني، وعنده غثيان او شعور بان هو عايز يتقيأ او يتقيأ، وعنده اسهال. حاجه تانية، قرصه النحله. النحله صفاتها ايه؟ تقربي من الخليه تلدعك، صح؟ مظبوط. شكلها غضبان حتى من افلام الكرتون. القرصه بتاعتها حمراء وورمه وسخنه وترتاح لو حطيتي عليها حاجه ساقعه. بنحضر دواء من النحل اسمه اللاتيني ايبس، ممكن اعالج بيه قرص النحل او قرص اي حشره تانية شكلها زي قرص النحل، يعني حمراء وعاليه وسخنه وبتحرق قوي او بتهرش قوي. وممكن اعالج بيها حاجه في العين، يكون الجفن وارم وشكله احمر وانجري غضبان. وممكن اعالج بيها ركب ربة البيت، عشان ست البيت ايه زي النحله بتخاف على التريتوري بتاعها، بتخاف على بيتها، اللي يقرب تلدعه، بتدي اوامر طول النهار وشكلها غضبان، شغاله زي النحله ما بتونش. فركبها لما بتوجعها وتورم وتبقى حمراء وترتاح لما تحط عليها جاز، نفس اعراض قرصه النحله، فممكن اعالجها بايبس. وهكذا نعالج بالتي كانت هي الداء.
نعالج بمواد اذا اعطيت للاصحاء سببت نفس الاعراض التي تعالجها في المرضى. فده علم الهوميوباثي. ما عندناش ماده سميه او فعاله ان احنا بنحضر الادويه بالتخفيف المستمر، فعشان كده ما هواش زي تطعيم. بندي كل شخص، لو احنا عايزين نقول تطعيم، هو تطعيم بتاعه هو، يعني الشخص 2 عندهم صداع، واحد عنده صداع وحران والتاني حران برضه، بس واحد حران وعطشان وواحد حران ومش عطشان، واحد حران وصعبان عليه نفسه وكلينجي وزعلان كده ومقريف وراسم كده وش تبقي مش عايزه تبصي في وشه اصلا، وعايز هوا، عايز يفتح شبابيك الهوا، وواحد الهوا يضايقه جدا وقاعد ساكت مش راسم لك وش لكن هو ساكت وجواه بيعيد ويزيد في اللي حصل له واللي بيحصل له والى اخره، واكتر عنده بوتلينج اب ايموشنز وعنده امساك وظهره بيوجعه. ده هديله بولساتيلا اللي هو عايز يفتح شبابيك الهوا ومش عطشان وحران وصعبان عليه نفسه وراسم وش النكد، وده هديله ناتمير. البولساتيلا دي نبات، الناتمير هو ملح الطعام مثلا. بس واضح من كلامك دكتوره هناء لحاجه مهمه جدا، او يعني استوقفني دلوقتي حاجه، انه واضح ان الطب البديل او الطب المتجانس حقيقه الامر هو ما بيعالجش امراض فيتل. هو يعني ما هاتيلي مثلا حد عالجتوه مثلا من هقول ايه مثلا الروماتيزم، اوكي، الفشل الكلوي، الكانسر، اوكي، يعني الكيماوي بيعالج الكانسر وممكن يوديه. صحيح النسبة ممكن تكون قليلة، لكن في كانسر بيضيع عن طريق الكيماوي والإشعاع مثلا. طبعا واخده بالك؟ في ناس كتير قوي خفت طبعا. بالظبط. الكبد مثلا، الفشل الكبدي بسبب الفيروس سي، يا اما بياخد الانترفيرون يا اما بيتعمل له نقل كبد طبعا، ففي علاج طبعا، وهكذا. اوكي. فقصدي انا مش شايفه حاجه مرض عضال عالجتوه. طيب انا مش بحب خالص استفز زمايلي الدكاتره اللي بحبهم واللي في منهم بيجولي كتير وفي منهم كتير قوي بيحولوا لي. لكن انا هقول حاجه، لو كان في نظام طبي بيعالج كل حاجه، طب ليه لسه في ناس مرضى